ايوه، بقالي ساعه بدور على شرابات مش لاقي. شوف بس اللي انت عايزه، مالناش بركه الا انت. هقول لك معاك الوقت. هقول اللي انا عايزه كله. انت قلت المايك ده بكام؟ ب10 بس يا استاذ واحد. ممكن بس اروح 5 دقايق وجاي لك تاني؟ لو معكش فلوس خده وخلي عننا خالص. لا هاجي لك تاني، بس ما تخليش حد يشتري منك ده، اشتري انا منك ماشي؟ انت عايزه يا استاذ. اما ينفع تاخد الباسبور ده وتجيب لي شراب؟ اصل انا بابا ما بيجيبليش شرابات ليه هو بابا فين؟ في الشغل ومعهوش فلوس. انت معكش فلوس خالص؟ لا والله. السلام عليكم. نور يا استاذ. اخوك ده؟ اه. عاوز بقى دستة الشرابات. انت قلت ان اخوك هو زي اخويا كده، هو كان عايز حاجه بس شوف بس اللي انت عايزه. عاوز حاجه ازاي يعني؟ هو حاجه اللي متسولين دول على فكره. بقى ده امشي يا يلا. عم خليك انت في حالك، شوف بس اللي انت عايزه. بقول لك لما توكل على متسولين. الله. يا عم وانت مالك، حد خد رايك؟ مشيه وسيبك منه. يا عم وانت مالك، شوف اللي انت عايزه لما توكل على الله. طيب انت بقى عاوز يتنصب عليك اه. براحتك. انا هاخد يابا الشرابات بتاعتي. هو ماله الشراب تقيل كده ليه؟ هو خامته تقيله شويه. تقيلة ايه بس؟ ده تقيلة قوي. ايه الفلوس دي كلها؟ بس بقى اوعى بقى. انت قلت بكام الدستة دي؟ يا عم الدسته ب 30 بس وراني ب بس 30 الفلوس. حلوة قوي. خد 200 جنيه. يا عم انا مش عايز ميتينات، ما يلزمنيش يا عم، هات بس الفلوس كده. هو ايه اللي ما يلزمكش على هي فلوسك دي فلوس حضرتك؟ ما مش في الدستة بتاعتي. الدسته بتاعتك ايه؟ لو النبي ده حلو الكلام طب ده. ما انا كنت ممكن اخدها وامشي. تاخد ايه؟ الدستة هات بس كده. يلا صلي على النبي بس كده، هات كده. يا عم بعد إذن روح. حضرتك كده، بعد اذن حضرتك كده الفلوس لما يجي صاحبها نبقى نتقابل. دول كام دول؟ هو تقول إيه لي تقول لي دول كام اديهم لك. دي فلوسك؟ هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ دي فلوسك؟ مش في الشرابات بتاعتي. بتاعتك ايه يا عم؟ الشرابات على الفارش، ايه اللي بتاعتك؟ ايه؟ فلوسك؟ هي ايه اللي فلوسك؟ دي فلوسي. طب هما كام فلوسك جوه؟ كان في الشرابات، كان في الشراب ده كان في الشراب ده؟ اه. كام؟ طب كام دول؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ متأكد ان هم 1000 جنيه؟ ايوه. انت كداب، مش فلوسك. يلا يا حبيبي العب. هم كام؟ هم كام وانا اقول لك. اللي هم كام وتقول لي؟ طب ما تقول لي انت وانا اديهم لك. يا باشا اسمع مني، لا نعمل والله. احلى مصلحة نعمل نقسمهم مصلحة؟ بالنص. لا بص لا لا انت هم ما مش فلوسك يلزمناش صح؟ يابا. والله لو دهب ما يلزمني. لحظة يا باشا، هم مش فلوسك؟ اه. فلوسك ولا لا؟ فلوس. لا هم مش فلوسك صح؟ اذا كنت انت مش عارف هم كام اصلا. بص يا سيدي، هو الراجل ده راضي بان احنا نقسمهم احنا الثلاثة، فنقسمهم وايه يا دار ما دخلت شر. تمام؟ لا لا لا. فكر وقايلها ليه يا بالعقل. عم؟ اهو يا نقبل عم، على نفسنا جبنا حرام ليه يا عم؟ مش لا. قابل بالنعمة ناخدهم احنا لا، لا. الاثنين. تاخد ماشي. ايه يا عم؟ ولا انت ولا هو؟ ما حدش ياخدهم، صاحبهم يجي ياخدهم يدينا امارتهم وياخدهم. اكتر من كده مش يلا يلا هياخدهم. امشي يلا من هنا يلا. يا عم مالكش دعوه بايه؟ يلا يلا امشي يا عم يلا. مالكش دعوه بايه؟ تعالى يا حبيبي. هات يا عم كده الفلوس دي. يا عم فلوس ايه يا عم؟ توكل على الله. هات يا عم. بس الفلوس دي كده. يا عم توكل على الله، اسرح شوف انت رايح فين عشان ايه؟ شفت ما الواحد برضه؟ يقول ايديا الله يصلح لك لسه على الصبح. اهو انتوا معلش. كده اه، ما بتقبلوش معلش. بالنعمة ولا. خلينا لك النعمه ده اخويا. طب انت هتعمل ايه بالفلوس دي ها؟ دلوقتي؟ هتعمل- لا هتديها لصاحبها، لا هحط، لا هسيب حاجه منها لله في الجامع. ما انا غلبان اهو. يا عم كلنا غلابه، صدق وتؤمن باللي خلقك. لا 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 انا الله. معيش الا 10 جنيه في جيبي. معكش الا 10 جنيه؟ اه والله العظيم، ربنا ما يباركش في الحرام. قول له كلمة. ازاي؟ نصيبك. ولادهم لا كان في شغل. نصيبك ده حاجه تانية، مالهاش دعوه بالكلام ده. دي فلوس كلهم كانوا ناس، في شغل. مال الناس كالناس. اللي يقبل جنيه على نفسه حرام ربنا ما يباركلوش فيه. خلاص كده اه يجي صاحبي ياخدها براحتك. هو براحتي. ماشي يابا، اللي انت شايفه، اللي انت شايفه يابا غلط تعمله. انا شايف اللي انت بتعمله ده اكبر غلط. اكبر غلط اه. يا عم عند ربنا بقى. انت اكيد محتاج الفلوس عند دي ربنا وفي عرض جنيه. يا عم، عند ربنا يعني انت قاعد ممكن قعدة شهر ما تجيبلكش الفلوس دي. يا عمي. ربك ما بيباتش حد بغير عشا. ماشي يابا. وانت يابا هتقعد معاه ولا تعمل ايه؟ لا انت توكل على الله. تعال تعال نشوف لنا اي مصلحة تانية. انت برضه مصمم تساعده؟ يا عم انت مالك يا عم؟ خليك في حالك الله يصلح حالك، سيبني ناكل عيش يابا. يابا اقول لك حاجه، احنا بنعمل برنامج وتجربه اجتماعيه، في كاميرا هناك في العربيه شايفها، بس على فكره الراجل اللي كان مشى هناك ده ما كانش تبعنا، ده بس اللي تبعي، اللي كان عاوز يقسم معايا، ده انا نصحته ومش هيعمل كده تاني. انت عشان راجل محترم وما رضيتش تقبل بالحرام كسبت الجايزه دي معانا، وعلى فكره الفلوس دي بتاعتي، هم 3000 جنيه عدهم كمان لو مش متاكد. مظبوط وموافق ان الفيديو ده يتذاع. يا عم ماشي ازاي؟